لو عايزة تعملي الفطار المشلتت الفلاحي الأصلي، النهاردة إن شاء الله هنعمله مع بعض. وهقولك على سر التوريق اللي هيخلي الفطار يطلع معاكي من بره لونه دهبي ومقرمش، ومن جوه طري ومليان طبقات كتير، وبريحة وطعم غني يفتح النفس. علشان سر التوريق الحقيقي مش في كمية السمنة اللي بنستخدمها في الفطير، السر في خطوة واحدة صغيرة جدا لو عملتيها هتطلعي أحلى فطير. حتى لو انت أول مرة تعمليه هتبقي أستاذة في عمايله، وهيطلع معاكي أحلى وأجمل فطير مشلتت ممكن تعمليه في حياتك. هنعمله النهارده مع بعض بطريقتين فرد، والطريقتين احلى من بعض. ولو انت اول مره تشوفيني يسعدني جدا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البدايه معايا 2 كيلو دقيق، دقيق فاخر متعدد الاستخدامات، واي دقيق عندك هينفع. واهم حاجه انك تكون مجرباه قبل كده وعارفه ان فيه عرق كويس، علشان اثناء التوريد ما يقطعش منك. وطبعا قبل ما بنستخدم الدقيق بندخله ونتاكد من نظافته. بركن الدقيق على جنب وبحضر بولة صغيرة كده بحط فيها المية اللي هعجن بيها. وعشان انا هعمل 2 كوز زي ما قلت لكم هحط 5 كوبايات مية. واثناء العجن لو احتجت مية كمان هزود. المية اللي بستخدمها في عجين الفطير مية عادية من الحنفية. هضيف عليها 8 معالق كبار مليانين سكر. هضيف كمان معلقة صغيرة مليانة ملح. ودي كل المكونات اللي نحتاجها في عجين الفطير: دقيق ومية وملح وسكر. ولو انت عايز تقلي كمية السكر شوية عن كده ده براحتك انت، بس السكر بطعم الفطير وبيديله بعد التسوية لون جميل. هقلب السكر والملح في المية، وبعد ما يدوبوا كده اضيفهم على الدقيق. وعلشان انا عارفه نوع الدقيق اللي انا مستخدماه وعارفه يبقى قد ايه سوائل، ضفت المية كلها مره واحده. انت لو اول مره تستخدمي الدقيق ضيف المية بالتدريج، يعني ما تضيفش المية على الدقيق مره واحده علشان تعرفي تتحكمي في العجين وما يلينش منك. واهم حاجه بقى في الفطير انك تعجنيه كويس، يعني تعجنيه مده كده متقلش عن 10 دقايق. ولو انت عندك عجان هتحطي فيه كل مكوناتك وتعجني فيه عجينه الفطير. العجينه سهله جدا وبسيطه ومش بتاخد وقت خالص. واثناء العجن بعد الدقيق ما يختفي هنضيف عليها مكون هيخلي العجينه تلم وتنعم معانا بسرعه. وعلشان انا ضفت الميه كلها مره واحده هبدا الت العجين كده منه فيه، يعني بجيب دقيق من ارضيه الطبق وبلت بيه العجين زي ما انتم شايفين لحد الدقيق ما يختفي معايا خالص. ودلوقتي وانا بعمل كده لقيت العجينه يابسه معايا. حضرت كمان نص كوبايه ميه واخد منها شويه بشويه كده بالتدريج، مش هضيفها كلها مره واحده، لحد ما اوصل لقوام العجينه اللي انا عايزاه. عجينه الفطير بتكون هنا يا جماعه مش يابسه، علشان الفطير بعد التسويه يطلع من الفرن طري مش ناشف. وخدوها قاعده يا جماعه، اي مخبوزات بتكون عجينتها يابسه بعد التسويه بتطلع من الفرن ناشفه. فدايما خلي عجينتكم مظبوطه. واخر اضافه بضيفها معلقه كبيره مليانه زيت، بتخلي العجينه تلم معايا بسرعه وكمان تنعمها لي كويس. ده غير انها بتفرق في فرد الرقاق بعد كده. ولو انت بتتعاملي مع العجين ممكن تعجني دقيقتين كده وتريحي العجين دقيقتين، انت ترتاحي والعجين هيرتاح، والعجين يلم معاكي بسرعه وبدون تعب ولا مجهود. وبدل ما تاخدي 10 دقايق في عجين الفطير هتاخدي 5 دقايق بس، يعني هتاخدي نص الوقت بالظبط. بتعرفي ازاي ان عجينتك اتخدمت كويس وانها ما عادش محتاجه عجين اكتر من كده؟ لما بتسمي البوله او الطاوله بتعجني فيه وتلاقي ملمس العجينه ناعم تحت ايديك، على طول بوقف عجن وابدا اقطع الفطير على طول. بحضر صينيه عشان اقطع عليها الفطير، وقبل ما احط عليها الفطير كده بكون دهنها زيت كويس عشان العجين ملزقش فيها. العجينه بسم الله ما شاء الله طريه وملمسها ناعم وزي الملبن في ايديا، ده عشان نوعيه الدقيق كويسه وخدمتها كويس في العجن. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو انا عندي 2 كيلو دقيق، ممكن نعمله فطيرتين كبار، ده لو الصواني او السجان اللي عندك كبيره ويدخل الفرن بتاعك. وممكن كمان نعمله ب4 فطاير، يعني الفطيره هتكون نص كيلو دقيق زي ما هعمل دلوقتي كده. قسمت العجينه اللي معايا كلها على نصين، وهعمل كل نص منهم بطريقه مختلفه عن الطريقه التانية، يعني طريقه فرد الفطير تبقى فطيرتين مختلفه خالص عن بعضها. وبعد ما قسمت العجينه كده على نصين هجيب كل نص منهم كده واقسمه على 2 كمان علشان اعمل من كل واحده فطيرتين. عايزه اقولك انت ممكن تستخدمي كل دقيق واحد ويطلعوا معاكي فطيرتين حلوين، وممكن تعملهم 4 فطار كمان ويبقوا معاكي زي الفل. بعد ما قسمت العجين بتاعها على نصين باخد نص منهم كده واحطه في البوله اللي عجنت فيها، وبجيب بقيه العجين كده وبقطعه. ودي هتكون الطريقه الاولى والاصليه للفطير المشلتت، الطريقه اللي اتربينا وتعودنا عليها. ان اجيب قطع العجين كده واقطعها كور صغيره حجمها تقريبا كده قد الليمونه الكبيره، وبقطع كل فطيره منهم 25 قطعه حجمهم قد بعض عشان تديني فطيره حجمها كويس كده وتكون مورقه ورقات كتيره. واثناء التقطيع بغلف العجين كويس بالزيت عشان العجين ما ينشفش مني او يكون طبقه ناشفه على الوش. وبعد ما خلصت تقطيع فطيره بقطع نص تاني نفس الطريقه علشان هعمل كل فطيرتين بطريقه فرد واحده. وهجيب بقيه العجين اللي في البوله عشان نعمل طريقه فرد تانية خالص. وبعد ما قسمت العجين على نصين كده كان تقريبا ده كان كيلو دقيق، هعمله هو كمان على فطيرتين. بجيب كل نص منهم كده واقسمه على 6 قطع
حجم القطعة منهم كده كانت تقريبا قد البرتقانة الصغيرة. والطرقات انت ممكن تعملي كل فطيرة منهم قطعة واحدة وتفردها كلها مرة واحدة، وممكن تعملها لقطعتين أو 3 قطع أو 4. أنا عملتها 6 قطع عشان تديني عدد طبقات كتيرة. والفطير بالطريقة دي حلو أوي برضه، ومش بياخد وقت خالص، وطريقة فرده سهلة جدا وبسيطة. هقطع الفطيرة التانية بنفس الطريقة 6 قطع هي كمان، علشان يبقوا فطيرتين قد بعض. وبكده ال2 كيلو دي أنا هعملهم 4 فطاير، كل فطيرتين قد بعض وبطريقة فرد واحدة. وبعد ما قطعت العجين اللي معايا وخلصت، هجيب كيس وأقطع العجين بيه، وعلشان الفطير يتفرد معاكي بكل سهولة أثناء الفرد وما يلمش معاكي ويديكي نتيجة حلوة أوي بعد التسوية. بعد التقطيع بتسيب العجين يرتاح شوية. ودلوقتي بقى نحضر المادة الدهنية اللي هنستخدمها في فرد الفطير، وأي مادة دهنية عندك هتنفع إن شاء الله. استخدمت ال2 كيلو دقيق، 400 جرام زبدة. والزبدة اللي مستخدماها النهاردة يا جماعة في فرد الفطير كانت زبدة فيرنا، بتبقى حلوة أوي في الفطير، وريحتها وطعمها بتبقى زي الزبدة الفلاحي بالظبط. ضفت عليها حتة قشطة كانت موجودة عندي في الفريزر وشوية زيت صغيرين. رفعتها على النار وسبت الزبدة لما فكت بس. أنا مش عايزة الزبدة تسيح علشان ما تحولش السمنة، أنا عايزة استخدمها زبدة زي ما هي كده في الفطير. حضرت الصينية اللي هسوي فيها الفطير، وبحط في أرضية الصينية معلقة من المادة الدهنية اللي أنا جهزتها، وبجيب رقاق كده من الفطير اللي قطعته وببدأ بأول فطيرة أنا قطعتها. وعلشان العجين يرتاح ورخي كويس هيتفرد بكل سهولة، بجيب رقاق زي ما انتم شايفين كده وبفردها في أرضية الصينية، وبإيديا أو بمعلقة بحط قد ملء معلقة صغيرة من المادة الدهنية اللي محضراها، بحطها على الرقاق كده وبوزعها عليها، وبركن الصينية على جنب. وعلى الرخامة كده بجيب رقاقة تانية وبفردها وبرقها خالص، وبشيلها كده وبحطها على الرقاق الأولانية اللي فردتها على الصينية. واهم حاجه اني بحط بين كل رقعه والتانيه ماده دهنيه علشان الرقاق ما يلزقش في بعضه. الفطيره اثناء التسويه تقب كده وتنتفخ وتورق وتستوي ومتبقاش طريه. وبفرد الرقاق اللي معايا كله بنفس الطريقه لحد ما اخلص 26 رقاق. واهم حاجه زي ما قلت لكم ان احنا بنحط بين كل رقاق والتانيه ماده دهنيه. عايزه اقول لكم ان الزبده ايا كان نوعها، سواء كانت زبده فلاحي او زبده مصانع، بتعتبر احسن ماده دهنيه تستخدمها في توريق الفطير علشان بيكون فيها نسبه سوائل. والفطير بعد التسوية بيبقى واخد لون أحمر جميل من بره ومقرمش، ومن جوه مورق وطري ومستحيل ينشف منك أو يعضم. وبعد ما بحط آخر رقاق بقفل بها الفطيرة، بجيب الأطراف كده وبقفلها زي ما انتم شايفين. بجيب أطراف الرقاق كده وبطوها لتحت. وده سر من أسرار نجاح الفطير اللي بيخليه ينتفخ في الفرن، إنك تقفلي الفطيرة حلو من كل الجوانب عشان ما يخرجش من الفطير الهواء اللي بيساعد الانتفاخ وتوريق الفطير أثناء التسوية في الفرن. ده غير كمان إن لازم آخر رقاق نحط على وش الفطير تكون سليمة مش مقطوعة. ودلوقتي بقى هنفرد الفطير بطريقة فرد تانية خالص. بجيب قطعة من 6 قطع اللي أنا قطعتهم وبحطها على الرخامة وبفردها وبرقها زي ما انتم شايفين، وبركز أوي في الفرد على الأطراف عشان بعد التسوية متبقاش معضمة. بضيف عليها من المادة الدهنية اللي محضراها، وبخلي كل حتة في الرقاق اللي أنا فردتها عليها سمنة عشان بعد التطبيق كده تورق مني ومتلزقش في بعضها. ومش مهم كمية السمنة اللي بتضيفها على الفطير قد ما مهم إن تكون كل الطبقات كده مدهونة سمنة كويس عشان تورق منك أثناء التسوية. وبعد ما بتهي الرقاق بطبقها زي ما انتم شايفين وبركنها على جنب، وبجيب قطعة تانية وبفردها بنفس الطريقة اللي فردت بيها أول قطعة. وعلشان أنا خدم العجينة بتاعتي كويس وأنا بعجنها وسبتها لما ارتاحت برضه شوية، الفطير بينفرد معايا بكل سهولة ومش بيلم معايا خالص، وكمان مش بيقطع معايا عشان خدماه كويس في العجن ولتها حلو. وحتى لو الرقة وانت بتفردها قطعت منك متقلقيش خالص، بعد التطبيق القطع ده بيتدارى ومش بيظهر خالص ولا بيأثر في تسوية الفطيرة. بعد ما فردت الرقة كده وكبرتها زي ما انتم شايفين ورقتها خالص، بحط عليها شوية سمنة حلوة كده وبفرطهم عليها، وبجيب الرقة اللي فردتها قبل كده وطبقتها وبحطها في الوسط وبقفل عليها زي ما انتم شايفين. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة ومنجزة، ولو عايز تعملي 10 فطار تعمليهم في أقل من ساعة. وبكمل فرد الفطيرة كلها بنفس الطريقة، بفرد قطعة وأكبرها وأدهنها سمنة كويس وأحط فيها الرقاق اللي طبقته ببعضه وأقفل عليه لحد ما أخلص ال6 قطع اللي هستخدمهم في الفطيرة. ومتهيألي الطريقة موضحة وشرحة نفسها. ودلوقتي واحنا شغالين لو انت حابة تعملي كيلو دقيق واحد، هقولك مقادير الكيلو الدقيق. كيلو الدقيق بنضيف له 4 معالق سكر ونص معلقة ملح، بنضيف له كمان من كوبايتين ونص ل3 كوبايات إلا ربع مية، بيرجع لنوع الدقيق ونسبة السوائل اللي بيحتاج، علشان في دقيق بيبقى المية ودقيق لأ. بس في المعتاد كل الدقيق مش بياخد أكتر من 3 كوبايات إلا ربع مية. وفي آخر العجن بنستخدم معلقة زيت علشان ننعم بها العجينة وتلم معانا بسرعة. وزي ما قلتلك تقدري تعملي من كل الدقيق ده فطيرة واحدة كبيرة أو فطرتين أو 4 فطار حجم صغير، ده بيرجع لحجم الصواري اللي عندك. فرد ال4 فطار كلهم مرة واحدة، وده انت وش الفطير بالمادة الدهنية اللي شغالة بيها. وعلى ما خلصت فرد الفطير كله كان الفطير بتاعي ارتاح
وهبدأ أسويه على طول. أنا أسوي الفطير في فرن بوتاجاز، أشغل الفرن من تحت من الشواية وأسيبه شغال كده 10 دقايق لحد ما يسخن كويس، وأبدأ بأول فطيرة أنا فردتها، وفي نفس الصينية اللي كنت حاطة فيها الفطيرة، وبفرد زي ما انتم شايفين، وبخلي سمكها في الفرد كده تخين ورقيق علشان لو فردتها بزيادة وخليتها رقيقة الفطيرة بعد التسوية يطلع من الفرن ناشفة ومعضمة. وأثناء فرد الفطيرة على الصينية باجي من الوسط كده على بره عشان يبقى الفطيرة كلها سمك واحد. وبعد الفرن بتاعي ما يسخن بدخل الفطيرة الفرن. مدة تسوية الفطير كله بتكون على نار عالية، بتاخد من 10 ل 12 دقيقة، وبتكون الفطيرة استوت وأخدت لون واحد من تحت ومن فوق. ولو الفرن بتاعك مش بيشتغل الشواية والفرن من تحت مع بعض هتشغلي من تحت لحد الفطيرة ما تستوي خالص، وتشغلي النار من فوق آخر دقيقتين بالظبط هتحمر وتبقى زي الفل. الفطير بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طالع من الفرن شكله وريحته يفتحه النفس، ومتهيألي هو بيتكلم عن نفسه. الفطير واخد لون أحمر جميل ومقرمش من بره، ومع إنه لسه طالع من الفرن وساخن الفطير طري ومش ناشف، ولسه بعد ما يبرد هيبقى أطرى وأحلى كمان. بنقله على صينية كده وبغطيه بكيس بلاستيك على ما أخلص تسوية الفطير اللي معايا. ويلا تشجعي وهاتي كيلو دقيق واعملي الفطير في البيت بنفسك، ويطلع معاكي أحلى وأجمل فطير ومش ياخد منك وقت خالص ولا مجهود. وهستناك إن شاء الله بعد ما تعمليه تقولي لي في التعليقات أي طريقة في الطريقتين عجبتك. وتسلم إيديكي مقدما، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ولو لسه مكملة معايا ووصلت معايا لحد هنا واستفدت مني ولو معلومة بسيطة، ما تنسيش تحط لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو لكل حبايبك علشان الكل يستفيد. واشوفكم بخير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.